اهلا بكل متابعينا في كل مكان. النهارده جوله من داخل سوق الاسماعيليه. النهارده انخفاضات الاسعار الخضار في الاسماعيليه. 3 كيلو الطماطم ب 10 جنيه والبطاطس ب 8 جنيه. زي ما انتم شايفين اقبال المواطنين اليوم على شراء الخضار في الاسماعيليه، يعني اقبال كبير جدا قبل شهر رمضان وتخزين لشهر رمضان في الاسماعيليه. والبصل النهارده ب 12 جنيه. طبعا الطماطم السليمه كويسه ب 3 كيلو ب 10 جنيه. ما احنا هنروح نوزن هناك. ايوه شوف خلاص. طيب ماشي، طول ما انت داخله الكرتون ده واحده الخيمه اللي كده في الهايبر فريش كل اللي انت عاوزاه بتاع طبعا يعني هنا الاقبال كبير قبل شهر رمضان في محافظه الاسماعيليه. تخزين الخضار، اسعار مخفضه للاسماعيليه. نعمل لها كده كيكه والمفتاح عند ماما. صح ماما جوه بس كده هو كمان نزل على القناه. لا لا ابوها طبعا بقت تسعه. هيبقوا الاسماعيلي طبعا هيبقوا طبعا ان شاء الله هنكسب. انا اديته للاسماعيلي الجمهوريه بس قبل الجواز بقعد للعيال وافرج على القد ده. والله ما سبت بلد الا ما وراه. بتطلب خاطر عيب عليك. محل محل منين يا فنان؟ تجيبي ايه؟ ثلاثة؟ دول يجيبوا ثلاثة؟ انا اخر حاجه عملتها ابنه ثلاثه في انا حمام ده 10 في الفريزر. انتوا كل يوم تعلموا هم قاعدين ليه كده كده عديها على بعضها؟ العداد كام يا استاذ؟ خد عليها. العداد كام على بعضها؟ ده 20 كيلو ب 70. عداد 70. حلو. ايه؟ 20 والله في 18 في 20. يلا تعالى اشتراكين 3 على 70 جنيه ده ليه؟ شريكه جايبات عشان طبعا زي ما انتم شايفين جوله من داخل سوق الاسماعيليه عن اسعار الخضار. النهارده 3 كيلو ب 10 جنيه والبطاطس ب 8 جنيه والبصل ب 12 جنيه. زي ما انتم شايفين انخفاضات الاسعار اليوم في الاسماعيليه في يوم الجمعه. طبعا بدا اهالي الاسماعيليه تخزن لثلاجه في قبل رمضان، شهر رمضان، والاقبال سوق الاسماعيليه. الفلفل ب 15 جنيه والخيار ب 15 جنيه طبعا، والكوسه ب 10 جنيه والبتنجان ب 10 جنيه. الجزر بكام النهارده؟ جزر ب 8. الجزر ب 8 جنيه والبسله 15 من 25 ب 15. 15 كام؟ بتاعت مين الكاس اللي عند الكوسه دي؟ ابو محسن كاس الجرايد. لا معلش. طبعا دول يا حبيبي. ما تخليهم كده حاجه عشان نستنى. عايز افضل. رئيس. رن عليه ابو فهد.
3 كيلو ب 10 جنيه. في الطماطم السليمه المستويه ال 5 كيلو ب 10 جنيه. الخيار النهارده ب 15 جنيه.